شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول وتقول إنه لاعب استثنائي. أشادت الشبكة البريطانية Give Me Sport بأداء وأرقام محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017. وأكدت الشبكة البريطانية أن نجاح محمد صلاح مع نادي ليفربول فاق كل التوقعات. وأضافت الشبكة: لم يكن أحد يتخيل تألق محمد صلاح بهذا الشكل مع ليفربول، خاصة بعدما خاض تجربة غير موفقة مع تشيلسي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. وتابعت الشبكة: فاز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي 4 مرات مناصفة مع تيري هنري أسطورة أرسنال في رقم قياسي، بجانب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين. كما تم اختياره أفضل لاعب في المسابقة في أكثر من مناسبة، وهو حاليا رابع أفضل هداف في البطولة، معادلة أندي كول الذي سيتجاوزه في موسم 25-26. سوف ينافس واين روني وهاري كين ببساطة لأنه لاعب استثنائي. ماذا قالت الصحف الإنجليزية على بكاء محمد صلاح بعد مباراة بورنموث؟ سلطت الصحف البريطانية الضوء على انهيار محمد صلاح من البكاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على رحيل زميله ديوجو جوتا بعد انتهاء مباراة بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز. وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره بورنموث في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي. وبعد إطلاق صافرة النهاية قام لاعبو ليفربول بتحية الجماهير التي ظلت تردد اسم الراحل ديوجو جوتا، مما أدى إلى تأثر محمد صلاح بشدة لدرجة البكاء. ماذا قالت صحف إنجلترا عن بكاء محمد صلاح في مباراة ليفربول وبورنموث؟ صحيفة ديلي ميل قالت: محمد صلاح ينهار بالبكاء بينما يكرم ليفربول ديوجو جوتا عاطفيا ويهدي النجوم الأهداف لزميلهم الراحل في فوز بورنموث. صحيفة ذا ميرور قالت: محمد صلاح ينهار أمام جماهير ليفربول أثناء تحية ديوجو جوتا بعد فوز ليفربول. وتابعت: انهمرت دموع نجم ليفربول محمد صلاح بعد فوز فريقه على بورنموث، حيث قامت الجماهير بغناء أغنية ديوجو جوتا. كما قالت صحيفة ليفربول إيكو: محمد صلاح يبكي بعد تحية ليفربول المؤثرة لديوجو جوتا. وتابعت: انهمرت دموع محمد صلاح وهو يقف وحيدا على حافة منطقة الجزاء أمام مدرجات ليفربول، منضما إلى التصفيق الذي غطى أرجاء أنفيلد بعد لحظات من إشعال حماس الجماهير بتسجيل الهدف الأخير لبداية رائعة.